اهلا بيكم في حلقه جديده من طريق للسكون. انا ساره عبد المنعم، والنهارده هنتكلم على ازاي نعيش حياه حقيقيه. بس قبل ما نتكلم على الحياه الحقيقيه دي، خليني افكركم ان طريق للسكون مش الهدف منه ان احنا نقول لكم تعيشوا حياتكم ازاي. الهدف منها ان احنا نطرح افكار، ويمكن الفكره من الافكار دي تخبط مع حد فيكم ويحس انه ايه ده، انا محتاجه ازود ده في حياتي وهيجيب لي السكون. النهارده الحلقه بقى على ازاي نعيش حياه حقيقيه. عيشه الحياه الحقيقيه بتتطلب شيء يبان سهل ولكن هو صعب جدا، وهي فكره اني اكون بقول الحقيقه لنفسي. يعني اكون ما بكذبش على نفسي. يعني ايه بقول الحقيقه لنفسي وما اكذبش على نفسي؟ اكيد يعني انا بقول الحقيقه لنفسي. الواقع مش كده. الواقع انه احنا دايما احنا كلنا مولودين بصوت جوانا او بالحقيقه جوانا. احنا عارفين من جوانا احنا محتاجين ايه وعايزين ايه ورايحين فين وايه اللي بيبسطنا وايه اللي بيزعلنا. it is very clear. كلنا جوانا الاحساس ده، ولكن الصوت ده لو نتخيل مع بعض انه الصوت ده بيقول لك انت ماشي مظبوط، او انت ماشي بعيد عن حقيقتك. وماشي بعيد عن حقيقتك ده مش معناه انك ماشي غلط، معناها ان انت ماشي بعيد عن الشيء اللي هيسعدك انت بجد او يسعدك انت بجد. ودي من الحاجات المهمه قوي نفرق ما بينها، انه الحقيقه هنا مش حقيقه مطلقه. هي مش مطلقه للعالم الخارجي، لكن هي مطلقه لنفسي. يعني الحقيقه بالنسبه لي انا. فمثلا لو انا من الناس اللي مثلا بشوفها كتير قوي في اوائل حياتنا لما بنيجي نختار الدراسه بتاعتنا، كتير قوي بيحصل ان احنا اهالينا بيبقوا عندهم احلام معينه ونفسهم ان انا ابني يطلع دكتور ولا بنتي تطلع مهندسه ولا وكتير قوي احنا بيبقى جوانا صوت بيقول لا، ده مش مشواري. ولكن مش عايزين نزعل اهالينا، لسه صغيرين، لسه مش متاكدين، لسه مش سامعين، لسه مش فاهمين، فبنبتدي ناخد طريق، والطريق ده بيخلينا نتحرك في اتجاه ضد الحقيقه بتاعتنا. ايه اللي بيحصل لما بنعيش ضد الحقيقه بتاعتنا؟ ايه المشكله يعني لما اعيش وابسط اهلي واشتغل مهندسه ودكتوره؟ دي حاجه تضر يعني؟ حقيقه الموضوع ان البني ادم كل ما بيعيش بعيد عن حقيقته، فرصه في السعاده وفرصه في السكون وفرصه في الرضا بتبقى اصعب. مش ان هو انسان غير راضي، ولكن زي ما يكون كده ان كل واحد فينا عنده نقول ايه، زي طبخه. كل ما الواحد يزود ملح وهو ما ينفعش يكون الطبخه دي مش عايزه الملح او مش عايزه السكر او مش عايزه البتنجان، معرفش، مش عايزه اللي مش عايزاه. انا ليا طبخه او ليا ريسيبي او ليا ايكويجن. طول ما انا بزود في حاجات او بتقل في حاجات او بحط حاجات مش بتاعتي مش تبعي، الطبخه بتبوظ. ف بنشوف بقى الموضوع ده بطرق مختلفة كتير. وليه الموضوع ده صعب؟ الموضوع ده صعب لأن إحنا ككائنات بنبقى فاكرين إن الحاجات اللي عايزينها دي، أو بنفهم الحاجات اللي إحنا عايزينها دي بناء على المجموعة اللي بننتمي إليها. يعني إيه؟ يعني مثلا من قريب عملوا التجربة دي كانت انترستنج جدا. التجربة كان فيها مجموعة من الأشخاص بيسألوهم على حاجة في منتهى الموضوعيه، very subjective، مش موضوعيه خالص، سوري، مش موضوعيه ابدا. وهي ايه رايكم في شكل البني ادم الفلاني؟ يعني مثلا انا من وجهه نظري ان ندى زي القمر، بس انت ممكن تبقى شايفه ندى مش زي القمر، عادي، ده ذوق. بس انت شايفه ندى زي القمر. لكن واقع الامر ان ده شيء شخصي جدا، very subjective. عملوا ايه بقى في التجربه دي؟ جابوا مجموعه من الناس وروهم صور وقالوا لهم انه كل صوره هتدوها سكور من 1 ل5. 5 احلى حاجه، 1 اقل حلاوه. وبعد كل سكور، يعني بعد كل مره كانوا بيزودوا السكور، كان بيطلع لهم السكور الافريج بتاع المجموعه. يعني كانه هم ان المجموعه اخذوا الافريج بتاعها وحطوا سكور. كانوا بيلعبوا في السكور ده ما كانش الحقيقه كانت ان هم كانوا بيحطوا سكور على مزاجهم. كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيخلوا مثلا لو في 10 صور، اول صوره انا حطيت رقم 1، الافريج بتاع المجموعه بيبقى رقم 1. تاني صوره نفس الكلام، تالت صوره نفس الكلام. يجوا على رابع صوره ابقى انا حاطه 5، يحطوا رقم 2 مثلا. فانا ابقى اللي هو اتخض جدا. ابتدوا يقيسوا البرين ويفز بتاعت البني ادم وهو بيرياكت للموضوع ده. ابتدى يحس ان هو بيشك في نفسه. وكملوا التجربه دي او الاكسبيرمنت دي لاخرها، وبعدين قالوا اوبا سوري، احنا نسينا نسجل او المكنه ما سجلتش او الكاميرا ما سجلتش او الوات ايفر ات از ما سجلش، انت محتاج تعيد التجربه دي من اول وجديد. لقوا ان البني ادمين غيروا السكورز بتاعتهم لما كانوا مختلفين عن المجموعه. فهم البني ادم بيفتكر او بيحس ان هو عايز ايه بناء على قد ايه الشيء ده هيقربه من بني ادمين
تانيين، او هيخليه مش منفرد، او هيخليه لايق على غيره، او هيخليه محبوب من غيره. فبالتالي رأي القطيع ده هو اللي بيبقى الرأي العام. فمثلا من قريب كده كنت بفكر في الموضوع ده، بقول انه ساعات مثلا في مجتمع زي مجتمعنا احنا في مصر، بحس اللي هو احنا متربيين على انه انا محتاجه اكبر واتجوز واخلف في سن معين، لدرجه ان ساعات في لحظه انا وقفت فيها مع نفسي قلت هو انا بجد عايزه اتجوز واخلف في السن ده، ولا انا ماشيه مع المجموعه محتاجاني اعمل ده؟ ومن غير وزي ده كتير جدا بنشوفها في مع اهالينا واحنا بنبتدي حياتنا، بنشوفها مع اصدقائنا اللي بنقابلهم او الناس اللي بنتعرف عليهم في الجامعه وفي الشغل بنشوفها مع البارتنرز والازواج والناس اللي احنا بنبقى معاهم في الحته بتاعت اني ساعات يقول لك I lose myself، نفسي بتضيع. يعني انا بحس اني علشان ابقى شخص محبوب اني لازم امشي ورا المجموعه عايزه ايه، او لازم ابقى بعمل كل الحاجات اللي انا وجوزي او زميلي او حبيبي او بيست فريند بتاعي احنا الاثنين لازم نعمل نفس الحاجات اللي بنحبها، او الحاجات قصدي لازم نكون بنحب نفس الحاجات اللي بنعملها، او ان انا لازم ابقى موجوده في كل العزومات والخروجات والحركات وكل الاختيارات بتاعه الشخص الفلاني. فبالتالي صوتي انا بيختفي، فببقى مش عارفه هل انا بعمل ده عشان انا عايزه اعمل كده، ولا انا بعمل ده علشان ارضي الغير. نيجي بقى على القصه دي بقى ايه، نعيش فيها شويه، نعيش في قصه انا بعمل ده علشان ارضي الغير. في ظبطه معينه محتاجه المرسل والمستقبل، انا بستقبل ايه وبأرسل ايه. المشكله الكبيره اني انا بستقبل الحاجات very personal. يعني ايه؟ يعني انا النهارده لو انا ابني ما دخلش الجامعه اللي انا قلت له عليها، ده مش معناها ان هو مش عايز يدخل الجامعه، ده معناها انه ما بيحبنيش انا، معناها انه ما بيحترمنيش انا، راح عمري هدر. هو على فكره it's not about you، انت كمستمع متلقي، هو مش عايز يدخل الجامعه دي، ده اختياره، مش مبسوط، مش سعيد. فاول خطوه محتاجين نعملها عشان نعرف نرسل صح، لازم نعرف نستقبل صح، لازم نعرف ان الموضوع مش شخصي، لازم اعرف ان فلان لما ما جاش العزومه بتاعتي ما جاش العزومه بتاعتي مش عشان انا وحشه، ما جاش العزومه بتاعتي لانه تعبان، لانه وراه حاجات، لانه مشغول، لانه ملوش مزاج. لازم ابقى فاهمه ان لما جوزي يقرر انه ما يبقاش موجود في حاجات معينه ليها علاقه بيه لانها ممله جدا بالنسبه له، طبعا اللحظه دي بقى هتبقى لحظه جدا للمستمعين هذه البودكاست، وهيفكر يا سلام يعني ايه ده في حاجه اسمها responsibility تجاه العلاقات، لازم يبقى موجود، مش لازم اعمل كل حاجه على مزاجي. انا بقى الحاجه دي بتخليني افكر وتخليني اتشالنج شويه. خلينا نفكر شويه في الموضوع ده. ليه انا محتاجه الشخص اللي قدامي يعمل حاجه هو ما بيستمتعش بيها عشان انا ارتاح؟ ليه؟ انا عماله افكر في الموضوع ده بقالي فتره، اللي هو بتطلع كتير قوي في العلاقات فكره ان احنا في العلاقه لازم نكمبرومايز، لازم العلاقات كابلز كومبرومايز. يعني ايه كومبرومايز؟ يعني نلاقي حل وسط، يعني لازم ان احنا نخش مساومه، نقعد نلاقي حل. فبالتالي الكومبرومايز ده معناها انه فلان او جوزي او مراتي لما تبقى مش عايزه تيجي حاجه، لو انا مهمه بالنسبه لي لازم تيجي. ليه لازم تيجي؟ ليه لازم الحاجه بتاعتي انا اللي بعملها؟ ده عشان انا محتاجه احس ان انا سبورتد، ومحتاجه احس ان انا محبوبه. طب هل انا دي الطريقه الوحيده اللي انا ممكن اتلقى بيها هذا النوع من انواع السبورت؟ هل انا فعلا محتاجه الشخص ده يبقى موجود هناك؟ محتاجاه لو هو جاي، الشخص ده جاي عشان هيعمل عمل معين غير ان هو هيرضي حاجه شيء جوايا، تمام، جود اند فاين. لكن لو الشخص ده جاي عشان يرضي حاجه جوايا انا، صعب. وده اللي انا بتكلم عنه. انا بتلقى ازاي؟ عدم وجود الشخص ده مش معناها ان هو ما بيحبنيش، ومش معناها ان انا ما عنديش ديفوتد بارتنر. عدم وجود الشخص ده معناها انه هو مش بيستمتع بالشيء ده. تمام، لو كان بيستمتع بيه كان جه. لما اظبط انا بتلقى ازاي، هعرف اظبط انا بارسل ازاي، انا ببعت ازاي، انا باخد قرار ازاي. فبالتالي لما الشخص الفلاني يطلب مني اني اجي هذه العزومه وانا في يوم عندي فيه شغل كتير وحاجات ومشاوير واني عشان اروح المشوار ده هبقى بضغط على نفسي جدا وبشيل من تعبي هقدر اقول لا. القدره على ان البني ادم يقول لا
دي من اصعب الحاجات اللي اشتغلت عليها انا كساره، لانه كان في مبدا كده دايما بقوله لنفسي: just because I could doesn't mean I should. يعني ايه؟ مش معنى ان انا اقدر اعمل الحاجه اني لازم اعملها. اقدر، مش نفس الحاجه زي لازم. انا اقدر اعملها لكن مش لازم اعملها. انا اقدر ازنق نفسي في اليوم ده وما فوتش اي عزومه او عيد ميلاد، بس ده هيجي على حساب ايه؟ هيجي على حساب صحتي، هيجي على حساب راحتي، هيجي على حساب سعادتي. طب هل انا انانيه لاني بفكر في سعادتي ليه انا لما افكر في سعادتي ابقى انانيه؟ ليه لما البني ادم يفكر في سعادته ابقى انانيه؟ ليه لما البني ادم يقرر انه يمشي ورا هذه السعاده وما يجيش العزومه بتاعتك ابقى اناني؟ انا ليه انا مجيتي العزومه دي تفرق معاك انت؟ انا عارفه انه اللي انا بقوله بالنسبه لاشخاص كتير ليه علاقه طب ما انت لا، انا اللمه والناس وتيجي وتجاملني واجاملك، وفي ناس شاطره قوي في الموضوع ده وما بقللش منها وما بقللش المجهود ده، بس ساعات ده بيخلينا ما نعرفش نقول لا، وممكن نقدر نيجي على نفسنا في حاجات شخصيه وانسانيه، لكن لما تيجي زي الشغل او زي الحياه او لا، لازم نتعلم نقول لا، ولازم نتعلم انه لا، ده مش ماشي مع الحقيقه بتاعتي، وده مش ماشي مع اللي انا عايزاه، واتحمل كافه مسؤوليه القرار ده جزء كبير قوي من الموضوع. ما ينفعش اكون عايشه انا مش عايزه اعيش حاجه بره حقيقة بس ما اشيلش مسؤوليته. لا، لازم اشيل مسؤوليته، مسؤوليه الحقيقه بتاعتي. يعني انا النهارده خدت وقت كده، كان في وقت كده كنت بقبل اي شغلانه بتجيلي في سكون، اي بروجكت بيجيلي وبنفذه لاني قلقانه من عدم وجود الفلوس، فابتديت اوافق على كل شيء، وبعدين ابتديت اتعصب، احس ان انا بعمل حاجات ضد المبدأ بتاعي، ضد الحقيقه بتاعتي، ضد التروث بتاعتي. فقررت في وقت من الاوقات اني هقول لمشاريع لا. هل انا ما دفعتش ثمنها؟ دفعت ثمن قراري، ثمن قراري اني ما اكسبش المبلغ ده، خلاص ده ثمنه، وكل شيء ليه ثمن. فنرجع تاني لفكره ان نعيش عيشه حقيقتي، او ان انا اسمع لنفسي الصوت اللي جوايا ده. خلاص انا فهمت انها it's not personal، فبالتالي لما انا بسمع للصوت ده او باخد قراري وبقول لا it is not personal للشخص اللي قدامي، ولو هي personal للشخص اللي قدامي فانا اسفه. زائد بقى عن ده ان انا ببتدي اعلي الصوت، زي بالظبط كده لما كنت بتكلم معاكم في حلقه الخوف، انا باكل الخوف ولا بجوعه؟ نفس الفكره مع صوت الحقيقه. صوت الحقيقه ده كل ما تسمعه، كل ما تديله ودانك، كل ما صوته يعلى. زي بالظبط كده واحد صاحبك بيتكلم معاك، وكل لما بتتكلم معاه او بيتكلم معاك انت بتاخد، ما بتسمعوش، بتبص الناحيه الثانيه وتروح تعمل حاجه ثانيه. لكن لو انت بتتكلم مع حد سامعك وباصص لك وبيقول لك ها ايه اللي هيحصل، هتتكلم وصوتك هيعلى وهتصمم تعبر عن نفسك وهتقول تفاصيل اكتر. ده بالظبط اللي بيحصل مع الصوت اللي جوانا. كل ما هتطنشه وهتسمعه وتقول لا 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 خلاص ما فيهاش مشكله لو جيت على نفسي المره دي، الصوت ده بيعمل ايه؟ بيقل بيصغر. وكل لما بديله مساحه بيزعق، يوصل البني ادم لمرحله انه ما يقدرش يعمل شيء ضد حقيقته. وهل ده معناها انه ده ضعف؟ يا عم بيتدلع مش عارف يعمل حاجه ضد حقيقته؟ لا خالص، دي منتهى القوه. منتهى القوه ان الواحد يقرر انه يعيش في الحقيقه. ايه المشكله في الحقيقه؟ هتزعل غيري؟ هتزعله، هو اللي زعل، مشكلته هو. في مقولة جميلة جدا أنا بحبها قوي: أنا مسؤولة عن الكلام اللي بيطلع من بقي، مني أنا، واللي قصادي مسؤول عن الطريقة اللي بيسمعها بيها. سهل قوي الواحد يلاقي السكون فوق الجبل وهو قاعد فوق الجبل وصوته بقى الحقيقة ملعلع شغال ويطبل ويزمر، بس صعب قوي ان انت تلاقي السكون وتسمع الصوت ده لما يبقى حواليك دوشة وحواليك بني ادمين بتضغط عليك وناس بتقول لك ده الصح وده اللازم وده المفروض وعيبه ما يصحش. شكرا جدا. انا سارة عبد المنعم. if you like my episode share subscribe podcast notifications. اشكركم. باي باي.